السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل البدء المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. قص الجزائري سعيد بن رحمة شريط أهدافه بقميص أولمبيك ليون الفرنسي بعد الانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية. وخاض الدولي الجزائري مباراتين سابقتين مع فريقه الجديد، لكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف خلالهما. وظهر بن رحمة اليوم الجمعة في المباراة الثالثة له مع ليون ضد ميدز ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الفرنسي. وشارك بن رحمة كبديل مع بداية الشوط الثاني لينجح بعد ربع ساعة فقط على نزوله في تسجيل هدف التقدم 2-1 للفريق الضيف. يذكر أن ليون قد استعار بن رحمة من ويست هام يونايتد الإنجليزي مقابل 5.1 مليون جنيه استرليني، مع تضمن العقد بند خيار الشراء مقابل 12.3 مليون.